عشان قلت لك يا صاحبي ما تعشمش نفسك مع الفرقة دي. يعني زي ما توقعنا بالظبط. الفرقة لسه محتاجة وقت، ولسه محتاجة وقت كبير كمان. محتاجة تصفية، محتاجة لعيبة كتير تخرج من الفرقة، لأن أنت عندك مشكلة كبيرة جدا في معظم الأماكن في الفرقة. ومحتاج إن أنت تفور بعض اللعيبة أو تمشي بعض اللعيبة من الفرقة، لأن اللعيبة دي عاملة لك مشكلة في الفرقة. وما عندكش عمق سكواد زي ما قلنا قبل كده. ففي حاجات كتير محتاجة تتعدل، وفي حاجات كتير محتاجة تتغير، وده اللي مستنيينه زي ما قلت لك من الكابتن سيد عبد الحفيظ في الفترة الجاية، ان هو يغير كل القرف اللي بيحصل حاليا في فرقة كرة القدم في النادي الأهلي. آه تعادلنا مع المصري، المباراة خلصت 0-0. مش هقول لك كان شكلنا وحش زي المباريات اللي فاتت، لا شكلنا اتحسن، شكلنا بقى كويس. الفرقة كانت متزنة طول المباراة. المصري يعتبر ما مش كانت اصلا عارفه تخرج من نص ملعبها، مش عارفه تمسك كوره، مش عارفه تعمل اي حاجه، لان انت فارض سيطرتك على الماتش كله وعلى الملعب كله. بس مشكلتك امبارح كانت في ترجمه الاهداف او ترجمه الفرص لاهداف. هي دي كانت المشكله اللي كانت بتواجه النادي الاهلي امبارح. وشفنا جراديشار ضيع اكتر من فرصه. اعتقد لو مهاجم تاني تقيل موجود مكان جراديشار كان خلص اغلب الفرص دي. على الاقل كان خلص واحد او اتنين منهم، وخصوصا اللي هو كان في الستة ياردة والراجل حطها في القائم يعني. فغريبة أوي من جراديشار بصراحة. مهاجم لا يعتمد عليه في النادي الأهلي. محتاج مهاجم تقيل، محتاج مهاجم سوبر. ممكن جراديشار يبقى بديله، بس انت مش هتضحي بمكان أجنبي عشان خاطر تحطه على الدكة. فانت محتاج لعيبة أتقل من كده ولعيبة أفضل من كده في موضوع الأجانب. أشرف داري طبعا مش موجود معاك بسبب الإصابة، فمحتاج إن أنت تمشيه. ديانج لسه مش عارفين هيجدد ولا لأ. فلو مش هيجدد برقم كويس مناسب ليك ممكن برضو تمشيه وتستفاد من مكان واحد غيره. جراديشار نفس الكلام. يمكن بن شرقي بن شرقي وبن رمضان هما الحسنتين الوحيدتين اللي في الأجانب. يعني كل الناس ومعظم الناس بتتكلم إن بن شرقي لأ أقل من إن هو يلعب في الأهلي. لأ يا جدعان، بن شرقي يعتبر أفضل وينج موجود عندك. يعني انا لو هتقول لي تريزيجيه ولا بن شرقي، لا هقول لك انا هحط بن شرقي، مش هحط تريزيجيه. تريزيجيه مستواه سيء جدا، سيء فوق ما تتخيل. تريزيجيه يمكن هو من العوامل اللي مبوظه منظومه النادي الاهلي هو تريزيجيه. فانا ما اقدرش ان انا اعتمد على تريزيجيه او احط عليه اعتماد كلي. لا انا اعتمد على بن شرقي احسن. بن شرقي بعدي واحد على واحد كويس، وبعدي اتنين مش واحد. بن شرقي جماعي. فحتة إن أنت تحط تريزيجيه على بن شرقي دي، لأ طبعا. ما أعتقدش يعني الكلام ده. تريزيجيه لازم يقعد دكة، قفشة لازم يمشي، طاهر لازم يمشي. لازم نشوف لك حل في موضوع الباك ليفت. أنا معرفش الناس متحاملة على شكري ليه. على فكرة شكري لسه راجع من إصابة يا جدعان. شكري لسه راجع من إصابة وما لعبش. خد بعض الدقايق بس. حتى المباراة اللي فاتت الراجل ما لعبوش المباراة كاملة وخرجه في الشوط التاني. فلا شكري محتاج لسه دقايق عشان خاطر يرجع لمستواه تاني ويرجع لفورمته تاني. الراجل كلنا شفنا كان عامل ازاي مع سيراميكا كليوباترا. فشكري لعيب كويس بس محتاج دقايق ومحتاج يلعب عشان خاطر يثبت نفسه، عشان خاطر يحجز مكانه في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. كريم فؤاد رجع، معرفش ما بيلعبش ليه على محمد هاني. محمد هاني الشوط الاول امبارح كنت تحس ان هو جاي من على السرير على الملعب، ما تفهمش كان ماله، مش كان مركز خالص. كان عنده ميس باص عالي. ما بيضغطش، مش عارف يعني هو كان في حاجه غلط في الشوط الاول. يمكن الشوط التاني اتحسن شويه، بس الشوط الاول كله محمد هاني مش كان موجود معاه. طاهر ده بقى حاجه صعبه خالص. قفشه نفس الكلام. عبد القادر لسه ما جابش مستواه. جراديشار. انت شايف انت بتعد كام واحد في الفرقه؟ بتعد لعيبه كتير قوي. فانا مش عارف هنفضل في الوضع ده لحد امتى. زيزو بالنسبة لي لازم يتعب شوية في الفرقة، ولازم يهين نفسه شوية، بالذات في موضوع الضغط. مش لازم تلعب بالشوكة والسكينة زي ما بتلعب. فاحنا محتاجين شغل عالي في الفرقة الفترة الجاية. محتاجين انا مش عارف الوم على المدرب، لان المدرب بصراحة انا شايفه عمل مباراة كويسة امبارح. شايفه عمل تبديلات منطقية بناء على اللعيبة اللي موجودة عندك. اصل الراجل مش هيخترع، يعني مش هيجيب لك لعيبة من بره الفرقة. ما هي دي فرقتك، وهي دي وهو ده السكواد اللي الراجل جه لقاه. هو ولا اختار حد ولا شاف حد قبل كده، هي دي الناس اللي جه لقاها. محمد عبد الله ده بصراحة لعيب كبير. اتمنى ان هو ياخد فرصة كبيرة الفترة الجاية.
لان هو يلعب اساسي على اي حد وينج يمين موجود في الفرقه حاليا بصراحه. الواد نزل امبارح العشر دقايق ولا ربع ساعه اللي لعبهم برقبه اتخنها واحد لعب وينج امبارح في الفرقه. فانا ما اتمناش اشوف محمد عبد الله ده يقعد دكه تاني. اي حد يقعد دكه لمحمد عبد الله ما عنديش مشكله، ولو عندك ناشئين تاني طلعهم والعبهم اساسيين، واركن بقى البهوات والمعلمين بتوع الفرقه دي على الدكه يعني. ما انا مش هفضل مستحمل قرفهم كده كتير، انا كجماهير مش هفضل مستحمل قرفهم كتير. الحسنه الوحيده امبارح ان انت بقى ليك شكل شويه، والجمهور اللي كان في المدرجات. انا ما اعرفش الجمهور اللي بيحضر في استاد القاهره مش كده ليه يا جدعان؟ يعني ننقل ماتشاتنا في اسكندريه طيب ولا نعمل ايه؟ بصراحه الجمهور كان حلو قوي امبارح. انا بقالي فتره ما شفتش جمهور الاهلي كده في القاهره. فانا ما اعرفش المشكله فين ولا بعرف المشكله ايه، ولازم نشوف لها حل عشان جمهور القاهره يرجع تاني لاستاد القاهره، ويرجع يملى مكانه تاني في التالتة شمال، ونرجع نشوف بقى جماهير النادي الاهلي تاني بتهز الملعب يعني. كلنا عارفين جماهير النادي الاهلي وعارفين تأثيرها على الفرقة بيكون عامل ازاي. انت الجماهير بتاعت امبارح دي هي كانت السبب في الروح اللي كانت ظاهرة على اللعيبة وعلى الفرقة. فأتمنى إن أنا أشوف الجماهير بشكل كويس الفترة الجاية تساند الفرقة. وأنت داخل على مباريات السوبر، هتلاعب سيراميكا كمان يومين ولا 3 أيام. لو كسبت هتلاعب اللي هيكسب من بيراميدز والزمالك. فأتمنى إن شكلنا يتحسن، لأن احنا لو فضلنا كده أعتقد إن احنا مش هنوصل أصلا نهائي السوبر، لأن سيراميكا فرقة كويسة، وعندك بيراميدز عاملة انتعاشة وعاملة فترة كويسة جدا من ساعة ما فازت علينا في الدوري بالمناسبة. قبل كده من بداية الموسم وبيراميدز وحشة جدا من ساعة ما خد دوري الأبطال، من ساعة ما فازت على الأهلي وبيراميدز فائت. فأتمنى الفرقة تتظبط، وأتمنى البهوات بقى اللي في الفرقة تفوق شوية وتسترجل شوية. لازم في يناير يحصل طفرة في موضوع السكواد ده، لأن السكواد عندك محتاج شغل كبير. أنت محتاج باك شمال، محتاج مساك، يا اما تطلع ناس من تحت بقى. محتاج لعيب في نص الملعب يبقى بديل لإمام عاشور ومحمد بن رمضان، ولازم يبقى قريب من مستواهم، عشان لما اللعيبة دي واحد منهم يغيب أو اللعيب مش في مستواه تلاقي حد يسد مكانه نوعا ما. إنما اللي موجودين كلهم ما يسدوش. يعني أنا ماشي عندي ديانج ومروان عطية يلعبوا 6 وكوكا يلعب 6. انا عندي رقم يعني 6 في الفرقة اعتقد متكامل، مش محتاج حد فيه، انما محتاج حد 8، محتاج حد كوير، حد يلعب الفرقة كورة، يطلع الفرقة من تحت، كل الكلام ده. فاتمنى بقى الدنيا تتظبط الفترة الجاية، عشان كده حرام يعني، وكده ما ينفعش. انت بتضيع بطولة الدوري منك، بتبعد. بيراميدز لو كسب الماتشات اللي باقياله هيبقى فارق عنك 6 بونت، وده عدد نقط كبير جدا. بيراميدز لو فاهم من بداية الموسم اعتقد بيراميدز كانت فرقت جامد عنك في عدد النقط وكانت حسمت الدوري دلوقتي. فلازم الفرقه تفوق شويه، لازم الكابتن سيد عبد الحفيظ بقى يجتمع مع الفرقه المالط دي ويشوف لها حل، ولازم المدير الفني يشد على اللعيبه شويه. لازم 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 هو كابتن وليد صلاح الدين. فاتمنى التوفيق في الفتره الجايه للفرقه، هنفضل ندعم الفريق وهنفضل نلعب اللعيبه لحد ما نرجع لمستوانا تاني ونرجع لمكاننا تاني في جدول الدوري وفي عدد وفي البطولات طبعا، لان عندنا بطولات كتير الموسم ده. عندك السوبر جاي اهو، عندك بطولة افريقيا، عندك بطولة الكاس، عندك الرابطة، عندك الدوري. فلازم نفوق بقى، لازم نفوق عشان ما نضيعش الموسم مننا يعني. فنشوف الفترة الجاية هيحصل ايه، واشوفكم على خير. السلام عليكم.